السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم بخير. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام يا رب دايما بخير، والاعياد ودايما ان شاء الله في اعياد وفي خير وفي سعادة باذن الله. النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد. طبعا انتوا عارفين ان انا جايبة فراخ بيضة صغيرة. فاحنا جينا بقى في اخر شهر رمضان، والحقيقة بقى شكلهم كده بيرضوا مني، لان ما كنتش مهتميه بيهم قوي، وطبعا الصيام مع ترويق العيد مع الحاجات دي فخلتني ما اهتمتش بيهم. يعني ما طبعا انا غلطت غلطه كبيره قوي، وهي ان انا جيت بالليل وما كنتش نسيت اغطيهم في يوم. طبعا انا بغطي باب العشه، فطبعا انا ما غطيتوش، فقمت حسيت ان هم عندهم الفضلات بتاعتهم سايله شويه ولونها بني. فطبعا لازم من علاج سريع، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. انا الاول طبعا شلت الفرشه بتاعتهم وغيرت الفرشه وفرشت فرشه نظيفه. وطبعا اول حاجه طبعا لازم اعملها على طول ان انا عملت لهم سقوه النشا بالليمون. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا جبت الليمون وجبت الميه وعملت نشا وعصرت عليه نص ليمونه. وطبعا هملا لهم المسق بتاعتهم وهزود لهم عليها ميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم الاول انا بعمل لهم كده عشان طبعا تطهر معدتهم الاول، وما تبقاش الفضلات بتاعتهم سايله كده، ولان طبعا ده بيخليهم يخسوا. وحاجه تانية هنعملها ان احنا هنجيب نحط مع العلف حبه البركه. طبعا بتقوي المناعه وبتبقى فاتح للشهيه، وهي الطيور عامه بتحبها، يعني حتى الحبيبات بتاعتها صغيره، فطبعا بتبقى بتتاكل زيها زي العلف. وطبعا هي بتنظف الجسم من السموم، وحبة البركة ليها فايدة عظيمة جدا. فطبعا انا هنا حطيت لهم المية بنشا وحطيت لهم حبة البركة. طبعا لازم من علاج سريع، طبعا ما جبتش علاج من عند البيطري ولا حاجة. هو النشا حلو قوي قوي معاه الليمون. وزي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا ماسكه كتكوت فيهم، هو دوت النهارده اليوم الخامس تقريبا، الرابع ليهم. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الجناح بدأ يريش، والديل من فوق بقى فيه زي ريش برضو كده، بدأ ان هو يريش، يعني الشعر الاصفر ده بدأ يطير وبدأوا يريشوا. بس طبعا انا غلطت غلطة فطبعا نسيت ان انا اغطيهم بالليل، فطبعا الجو بالليل برد والجو مش مستقر على حال. فطبعا هم شكلهم كده اخدوا برد مني، بس ان شاء الله يعني مع السقوة ومع الحاجات اللي هنحطها ان شاء الله هيبقوا كويسين. طبعا هنا انا حاطه لهم الاكل في حاجتين، لان ما شاء الله هم عددهم كبير. فطبعا انا حاطه هنا الاكل في حاجتين علشان يبقى الاوزان عندي تبقى متساويه، وبياكلوا كلهم مع بعض، يعني مفيش حد بياكل وحد ما بياكلش. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده صغير ومش طويل، ولكن هو كان فيه طبعا غلطة حبيت ان انا اقول عليها. فطبعا زي ما انتم شايفين هنا ادي العشة سلك، المفروض انا بغطي العشة دي لازم كل يوم بغطيها بفرشة. بس انا طبعا نسيت وغطيتها. وطبعا الحاجات دي في البلكونة، والبلكونة طبعا الهواء بيخبط فيها. طبعا انا مش في شارع ضيق، انا الشارع بتاعي هوريهولكوا دلوقتي شارع واسع جدا، فطبعا الهواء فيه جامد، غير لما تبقي مثلا في شارع ضيق فمش هيبقى في تيار الهواء، مش هيبقى جامد على الطيور وكده. فطبعا انا حبيت ان انا اقول لكم على الغلطه دي عشان محدش ينسى ويعملها زي كده، وربنا يستر ان شاء الله الدوره دي باذن الله تطلع على خير باذن الله. طبعا هنا شايفين الدنيا واسعه ازاي، فطبعا الهواء خبط فيهم طول الليل فخلاهم ان هم بالشكل ده. بس ان شاء الله مع بعض هنتابع وهيبقوا باذن الله كويسين. واتمنى كلكم تبقوا بخير، وكل سنه وحضراتكم طيبين. استودعكم الله، مع السلامه.